فاكرين لما الناس اتصدمت من احداث مسلسل لام شمسية؟ الحقيقة ان في قصة ابشع بكتير وحصلت في مدرسة حقيقية مع بطل حقيقي اسمه ياسين. اللي حصل للطفل ياسين اللي عنده 6 سنين في مدرسة خاصة في دمنهور مش مجرد اهمال، ده جرم كامل حصل جوه المؤسسة التعليمية نفسها. والمتهم موظف في المدرسة عمره تجاوز ال 80 سنة، والادلة الطبية اكدت ان الطفل تعرض لاذى جسيم ومؤلم واستمر لفترة طويلة قبل ما يبدأ يحكي لأمه عن اللي حصل. الصادم اكتر ان مديرة المدرسة كانت على علم باللي حصل. مش بس كده، دي جابت الموظف للطفل وقالت له يضربه بعصايه وكأن كده حقه رجع، وبعدها تم تهديد الطفل عشان يسكت وما يفتحش بقه. وفي التحقيقات ياسين قال ان المكان اللي كانوا بياخدوه فيه هو جراج المدرسه في عربيه حمراء قديمه، وهناك حصلت كل الافعال البشعه دي اكتر من مره. والاخطر ان في محاولات حصلت بعد كده لتغيير معالم المكان، وكأن في حد بيحاول يمسح اثر الجريمه. لو قلبك اتحرك ما تسكتش، انشر الفيديو واكتب تعليق، خلي صوتنا يوصل. حق الطفل ياسين مش قضيه شخصيه، ده قضيه كل طفل وكل بيت.